اكيد نحن بنشجعك، بنقول لك انت وجاد لازم تكملوا ونحن حدكم بالتاكيد. جاد قديش بتشوف اليوم هيك لعبه التنس اليوم بلبنان؟ يعني الفوتبول الباسكت مثل ما انت عم تحكي، التنس اليوم شو السبب يعني كشاب ليروح يحضر مباراه تنس؟ هل في دوري مثلا، في بطولات؟ كيف تنعرف يعني نروح نصير نتابعكم؟ في بطولات كثير بالصيفيه، انه في شيء انه هي رسميه من قبل الاتحاد يعني؟ من قبل الاتحاد، بس ما في مثلا دعايات ليقولوا انه في دوره، عرفتي؟ يعني بينعرف انه بين اللعيبه، بينعرف مش اكثر من هيك، انه اللي عنده قرايبين او اهل مثلا او لعيبه بيلعبوا فيهم يروحوا يحضروا، بس مثلا انت ما فيك تعرف اذا متى في دوره الا اذا انا قلت لك. تحسها بعد اللعبه بلبنان على نطاق ضيق يعني، محصوره بعدها، لانه اعلانيا ما عم تطلع، الاعلان اكثر. نانسي ايضا على صعيد السيدات، شفت صور لك مع الاستاذ ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري، مظبوط. اخذتي جائزه، خبرينا هيك عن قطر، البطوله اللي اخذتيها 2009 يمكن؟ مظبوط 2009 هي كانت بطوله اسيا، وقتها سافرنا كنا فريق منتخب مثل لبنان، رحنا فيها انا عندنا منتخب يعني للبنان، رحنا انه فينا نسميه منتخب لبنان يعني، جمعنا بعض اللي يحب يروح على هالدوره راح. عملنا وقتها كانت نتيجه هون الدوله تكفلت بالتيكت وهيك؟ للصراحه لا، كمان رحنا تكفلنا. كانت بطولة آسيا وكانت نتيجة إنه كتير حلوة، فزت ببطولة آسيا كانت بقطر وربحنا الزوجة بنات، ما كان في زوجة بنات وشباب، وخيي عمل نتيجة كانت منيحة، وصل النهائي وبرافو. طبعا بعد ما اخذت الكاس توجهت لك دعوات لتصوروا معك مع اكيد، لانه نحن بالدعم مش كثير، بس لما بده ياخذ حدا لقب او شيء او كاس بندعي له بس نطلع معه بالصوره بالاعلام. جاد اليوم هيك مين بينافس جاد كركي اليوم باللعبه من جيلك هيك؟ مين في اسماء هلا من جيلي؟ في ضد مين تحب تلعب اكثر مثلا؟ ضد مين بحب العب؟ صراحة أنا ما عندي مشكلة مع حدا، بس هن عندهم مشكلة معي. بس أنه أكيد إنه في باللعبة في ربح وخسارة، بدك تتقبلها يعني. كيف ما إنه دايما في فايز باللعبة، وأكيد إنه مرات بربح مرات بخسر، ما عندي مشكلة. أكيد الخسارة أنا بتقويني، بتشجعني أقول يلا السنة الجاية أو المرة الجاية لأربح، أتمرن أكثر. في مباريات أوقات بتمتد 3 ساعات وأكثر. مظبوط. شو هي أصعب مباراة مرقت عليك هيك؟ أصعب مباراة مين هيك لقيت حالك؟ أصعب مباراة وين؟ كثير. ايه في كل مبارياته عن جد كانوا صعبين يعني. انا ايه اغلب مباريات طوال، ما في مباريات اذا كانوا ضد لاعب منيح بس. طويل عادة بيكون العاب يعني بالتنس او كيف؟ يعني بيكون حسب، اذا اللعيب على مستوى عالي بوجه اكيد، وانا من اللعيبه ما ينهزموا، ما مثلا كيف اقول لك، ما بيهجموا يعني، بينطر اللعيب الثاني اللي يخسر. بتتعمد اخطاء الاخرين. مظبوط اكثر من هذا، فمشان هيك ما بتكون طويله شوي اللعبة. عندك هالتكتيك المعينه، بتنتظر ليتعب او ليغلط شغله. وانا عندي لياقه بدنيه جيده يعني، بتخولني اقدر العب هذا اللعب. نعم. على سيره اللياقه، ناس تتمرن انت يوميا؟ اكيد يعني كل يوم انا عندي تمرين تنس، وعندي في كونديشن فيزيك فتنس، بتمرن كل يوم ساعتين تنس، وعندي الصبح او بعملهم عشيه فتنس، بركض، عندي اكسرسيسات بروجرام كامل لكل السنه. شو بتفضلي ناس اليوم تلعب مباريات مع حدا يكون زوجي او فردي او فرق؟ هي التصنيفات الثلاثه بيلعبوها ما هيك؟ في زوجي والفرد يعني. هلا للصراحه انا عم بعمل نتائج اكثر بالزوجي. بتفضلي لحالك تكوني احسن يعني ولا الزوج؟ يعني لعبه الفرد هي بتدلع احسن، ان بتحس انه تتكل على حالك اكثر. مظبوط. بس انه لعبه الزوجي بتحمسك اكثر يعني، في حدا مشترك. مظبوط. وهذا الشيء بيحمسك الفرحه مظبوط. فيك تقول هيك شيء، بس حتى يعني الفوز اذا كنت فرد يعني بضل انجاز لك وحدك، وهذا الشيء يعني كثير بيرفع لك من مستوى من معنوياتك. مظبوط. اكيد. جهاد اليوم ايضا اللعبه يعني في عديد من الاسماء الكبيره بالعالم، مين هيك اللاعب اللي بيلفت لك نظرك بتحسه انه هذا قدوتك او مثلك العالم بتحب تصير مثله يعني؟ رافائيل نادال، روجر فيدرر بتحبه كثير؟ نادال شو رايك فيه؟ صراحة ما بحبه. ليش؟ ما بعرف. تفضل روجر فيدرر. شو اللي بيشبه اسلوبك او نفس المدرسة؟ مع انه بس لحظة، اسلوبه ذات اسلوب نادال، بس ما بعرف ليه ما بيحبه. ليش؟ ما بعرف، بحس فيدرر خلقت اللعبة له، مثل ما بيسموه المايسترو، هو عن جد مايسترو. اكيد.
اليوم ايضا نانسي بتلعب اللعبه على ملاعب عشبيه، ملاعب رمليه، ملاعب مظبوط. صلبه. صلبي مظبوط. شو بيفرقوا هول بس نفسر اكثر ونحاول نحن هيك نعطي شويه مثل لمحه معلومة. كمان مظبوط. للمشاهدين يعني اكثر. مثل يعني الملاعب يعني في هن 3 انواع ملاعب، في العشبيه وفي على الرمل وفي على السريع الصلب. مظبوط. يعني الملاعب الرمليه هي الملاعب يعني البطيئه كثير، ويعني بتنيد يعني هي جد يعني هو كثير بفضل انا متاكده الملاعب الرمليه هي ابطا، مشان هيك بيكون انه عندك صعب وقت. تخلص الطابه فيها، بتكون بس ابطا. بتتغير الطابه وقت اكيد الطجة بتتغير. طجة الطابه بتتغير، وزن الطابه بتغير عن كل ملعب. لا هي ذاتها دائما ذاتها. الطابه هي، بس الملعب بيتغير. الملاعب يعني العشبيه هي الاسرع، بيجي الصلبه، بيجي الرمليه. ومثلا نادال لعبه لانه دفاعي كثير، بيتميز على الملاعب الرمليه بسبب هذا اللعب، وحسب ستيله كمان معين بالنسبه لهذا. مظبوط هذا الشيء. يعني حتى الملاعب اذا بنشوف كمان روجر فيدرر على الجراس كورت بيعمل نتائج منيحه مثل ويمبلدون عده مرات ربحها، لانه ملعب كثير سريع والطابه ما بتطج كثير، وهي مثل ما بنلاحظ انه بيلعب طابه منها سبين يعني طابه بتطج وبتعلى عن الارض مثل ما بيلعب نادال. هي لعبته كثير طابه فلات، فهذا الشيء بيساعده انه ينهي طاباته باسرع. دورة الأساتذة أيضا اللي بتنعمل بشكل شو بيتميز دورة الأساتذة عن البطولات العالمية الكبرى؟ هي البطولة الأساتذة بتنعمل آخر الموسم، آخر يعني أول 8 بالعالم بيلعبوا ضد بعضهم، بينقسموا مجموعتين 4 ب4 لعيبة، وبيتأهلوا 2 على نصف النهائي، بيرجع النهائي. هيدي ربحها من فترة روجر فيدرر. طب نانسي ايضا على صعيد اللعبه، انا وعم بدل الحلقه قرات على الانترنت انه لعبه التنس تعتبر ثاني اكبر لعبه شعبيه بعد كره القدم، هل هالشيء صحيح؟ مزبوط. هيدي اللعبه كثير مشهوره وكثير محبه هاللعبه، خصوصا انه برا في البلاد الاوروبيه كل العالم بيركضوا كرمال هيدي اللعبه يحضروها، وحتى لو كانت مكلفه يعني العالم تروح تحضر منا شيء هين. يعني اللعبه يعني حتى الفوتبول هي اكثر يعني الشعبيه، بس التنس لعبه كثير كلاس وكثير بتحمس انها تحضرها. في حماس. مين ايضا مثلك الاعلى مثل ما سالت لجاد؟ مثله روجر فيدرر. انا كمان بالسيدات ماريا شرابوفا، في انا ايفانوفيتش ايضا الصربيه. يعني انا بحبها كثير، كانت دينارا صافينا كانت بطلة العالم، بس هلا في صورة ما قطعت معها بصورة صورت معها كنا بقطر. مزبوط. يعني هي لعبتي المفضلة، وبتمنى انها ترجع مثل قبل. كانت عندت بطلة العالم وهلا تراجعت مع اصابة او شيء. بتمنى شو المباراة ايضا هيك ما بتنسيها بتضلها بذاكرتك؟ جد ما اتذكر. انا ما بنسى لها مبارياتها كمان، لانه كانت كثير هو عارف اكيد دائما بنتابع بعضنا، يعني بنحمس بعضنا. عم تكون موجود يعني بدون اذا حتى جد ما كان موجود، يعني بحس انه شيء ناقص على طول، بحاجه لخيي، بحاجه انه دعم، خصوصا المدرب. شو هي المباراة هيك الاجمل؟ عم نشوف الصورة هون يعني. هيدي في فرق بالطول بس اكيد، بس لما تصيري من عمرها يمكن تصيري اطول منها. لا هو كانت قصيره بعدها. احسن مباراه لعبتها بحياتي هي، واصعب مباراه هي كانت بطوله كانت بالبلونه، عملها وائل كفوري. كان الماتش اخذ تقريبا 3 ساعات ونص. وائل بحب اللعبه، الفنان وائل بيلعب اللعبه. هزمتيه شي مره؟ قولي اذا ما في مشكله. ما حيزعل. لعبتي ضده شيء؟ لا لعيب كثير منيح، غير ان فنيا دائما بنلعب معه، ولاعيب ممتاز. مش بتابعكم يعني من مشجعينكم فينا نقول؟ اكيد في مرات بيجي بيحضر وبنلعب معه اوقات. ببلوني كانت افضل مباراه. كانت افضل مباراه، ويعني المباراه اللي قلت كانت 3 ساعات ونص، وكانت من احلى المباريات اللي لعبهم بحياتي. هي بس. على صعيد العربي، شوف تلاقي لبنان اليوم على الخريطه باللعبه جد. هون عم نشوف صورتك مع الفنان وائل كفوري. مظبوط. عم بيحييكي اكيد، ونحن بنحييك كمان. كيف تلاقي اللعبه هيك بلبنان حول بالبلدان العربيه المحيطه؟ نحن سابقينهم شيء ولا هن سابقيننا؟ شو اللي بينقص نحن عنهم؟ هلا هن سابقيننا بفرق انه عندهم ملاعب، عندهم دورات اكثر. هذا الفرق. اللعبه بدها بس مين يشجع مين انه يعملوا دورات، شويه اهتمام يعني. شويه اهتمام زياده. ما بدهم انه اللعيبه شيء، الحماس موجود عند الاهلي، عند اللاعبين كمان موجود، بدهم بس دورات، بدهم يلعبوا مع بعضهم. يعني يلعب ضد لعيبه مختلفه، يعني مش نفس اللعيب دائما. فهي معنا لعيبه كثير نحن. بس مثلا وقت رحنا على بطوله اسيا بقطر مثل ما شفنا، يعني نحن فريقنا كان احسن فريق. نانسي ربحت بطوله اسيا بالفردي والزوجي، وانا خسرت النهائي. يعني كان احسن فريق نحن، مع انه هن كلهم مدعومين اكثر منا وبيتمرنوا اكثر منا. بس نحن عندنا مثلا لعيبه
عندهم مؤهلات ينجحوا بهاللعبه، بس بدهم بس مثل ما دعم. قلت يعني للاسف ما في دعم، وهذا الشيء يعني كثير مهم. يعني مثل ما عم نشوف البلدان العربيه كلهم عم يدعمون، عم بيشجعون، يعني عم بيسافرون. هيك نحن يعني بحاجه لهالدعم وما حدا عم كيف تلاقي يدعم. التعامل